في تشبيه مشهور بيقول إنك لو حطيت ضفدع في مية سخنة هيحاول يهرب فورا، لكن لو سخنت المية بالتدريج ممكن يفضل مكانه. والغريب إن أوقات كتير إحنا بنعمل نفس الحاجة، مش مع المية، مع حياتنا. بنتعود على التعب بالتدريج، على الإهمال بالتدريج، على العلاقات الغلط بالتدريج، وعلى إننا مش مبسوطين بالتدريج، لحد ما نوصل لمرحلة نسأل فيها نفسنا أنا إزاي وصلت لهنا أصلا. وساعتها خطر في بالي سؤال: ليه أغلبنا ما بيتغيرش إلا بعد ما يتوجع؟ ودي حاجة غريبة شوية، لأن أوقات بنبقى عارفين بالظبط إيه اللي محتاج يتغير، عارفين إن في حاجة غلط وعارفين إننا محتاجين نتحرك، ومع ذلك ما بنعملش حاجة. فنفضل مكاننا ونأجل لحد ما الحياة تفضل تضغط فينا أكتر، لحد ما نوصل للحظة نقول فيها خلاص كده كتير. فالسؤال هنا مش ليه بنتغير بعد الوجع، السؤال الحقيقي إحنا ليه بنستنى الوجع أصلا؟ أعتقد إن جزء كبير من الإجابة إن الإنسان بطبيعته بيحب الكومفورت زون، حتى لو هو مش مرتاح فيها، طالما لسه قادر يستحمل بيكمل، لأن المجهول بيخوف حتى لو كان أحسن، والمقلوب بيطمن حتى لو كان بيأذينا. وعشان كده في ناس تفضل سنين في علاقة مش مرتاحة فيها، وفي ناس تأجل أحلامها، وفي ناس عارفة إن أسلوب حياتها بيتعبها لكن تقول بعدين، والبعدين دي أوقات تاخد سنين. والمشكلة إننا أوقات بنعتبر تحملنا إنجاز مع إنه كان مجرد تأجيل للتغيير. ودي من أكتر الحاجات اللي بتضحكنا على نفسنا، إننا نفتكر إننا أقوياء عشان مستحملين، مع إن الحياة أوقات بتكون إننا بس متعودين. وأعتقد إن دي من أغرب الحاجات في الإنسان، إن المعرفة لوحدها مش كفاية. كلنا تقريبا عارفين حاجات محتاجين نغيرها، لكن المشكلة عمرها ما كانت في المعرفة، المشكلة كانت في إننا بنعرف لكن ما بنبدأش. وعشان كده في ناس كتير ما بدأتش تهتم بصحتها غير بعد أزمة، ما بتقدرش نفسها غير بعد خسارة، ما بتعرفش قيمة الوقت غير بعد ما يضيع. وأوقات الحقيقة بتكون مؤلمة شوية، إحنا مش بنتغير لما نكون جاهزين، إحنا بنتغير لما بنبقى مضطرين. ودي يمكن من أكبر الأكاذيب اللي بنقولها لنفسنا، إننا مستنيين الوقت المناسب، مع إن الوقت المناسب نادرا ما بيجي لوحده، بينما الحقيقة إننا مستنيين لحظة يبقى فيها وجع البقاء أكبر من خوف التغيير. ودي اللحظة اللي فجأة كل حاجة بتتحرك، مش لأننا بقينا أشجع، لكن لأن الوجع بقى أعلى من خوفنا. بس خليني أقولك حاجة مهمة، أنت مش لازم تستنى القاع، مش لازم تستنى الانهيار عشان تبدأ، ولا تستنى الخسارة عشان تراجع نفسك، ولا تستنى الندم عشان تاخد خطوة. لأن أوقات الذكاء الحقيقي إنك تتعلم من الإشارة مش من الكارثة، إنك تسمع الورنينج بدري قبل ما يبقى متأخر. فلو في حاجة جواك عارف إنها محتاجة تتغير، اسأل نفسك أنا مستني إيه الحاجة اللي لازم تحصل عشان أبدأ؟ ولو كانت إجابتك لما توجع أكتر، يبقى يمكن دي علامة إنك محتاج تبدأ دلوقتي مش بعدين. يمكن الوجع فعلا بيغير ناس كتير، لكن مش لازم يبقى هو المعلم الوحيد. مش لازم الحياة تكسرك عشان تسمعها، ومش لازم توصل للقاع عشان تقرر تطلع، لأن أذكى تغيير مش اللي بيحصل بعد الانهيار، أذكى تغيير هو اللي بيحصل قبل ما توصله أصلا. ودلوقتي بقى محتاج أعرف إيه الحاجة اللي عارف من جواك إنها محتاجة تتغير لكن لسه بتقول بعدين. وكانت معاكم ملك فرج، وأشوفكم في حلقة جديدة من في الكلام كلام.